بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه إيريك سالون اللي عنده نزال غير شرعي ضد أقوى مقاتل في تايلاند كلها، وده اسمه تونج بو. إيريك مهما يضرب فيه مش بيتأثر، تونج بو بيمسكه يطحنه ضربه من غير رحمة، وفي آخر النزال بيكسر رقبته وبيخلص عليه. كل ده قدام عين أخوه كورت اللي بيتفرج على النزال من المدرجات. في نفس الوقت ده الشرطة بتوصل وكل اللي في المكان بيحاولوا يهربوا ومنهم تونج بو. كورت بيبقى زعلان قوي على أخوه عشان كده مش بيمشي، ولما بيكون في المستشفى بيودعه للمرة الأخيرة. هنا بتجيله بنت اسمها ماريسيا، دي اللي بتنظم النزالات الغير شرعية وهي اللي خلت أخوه يشارك فيها أصلا. كورت بيبقى متضايق منها وعايز يضربها، لكن الحراس بيمنعوه وهي بتقول له أخوك كان عارف من الأول إن ممكن يخسر حياته ووافق يشارك عشان الفلوس، ما تلومنيش أنا بقى. المهم بعد كام يوم كورت بيعرف إن مدرب إيريك اللي كان بيدربه قبل النزال عايز يقابله، فبيروح له. ده بقى المعلم جيان، بيقول له هنا أخوك ساب لك فلوس النزال اللي لعبه ضد تونج بو ووصلنا اديهولك، اتفضل. كورت بيقول له انت بقى اللي كنت بتدربه عشان كده خسر، باين عليك ضعيف واي حد ممكن يضربك. المعلم جيان بيكون مقدر ان هو زعلان فمش بيرضى حتى يرد عليه. بتعدي ايام كتير وكورت مش بيرجع لبلده، بيعمل نفسه مسافر في المطار لكنه بيهرب، ده علشان بس الشرطه بتراقبه وعارفين ان هو عايز ينتقم. وبعد كده بيروح لمقر تونج بو في الغابه، بيخبط على الباب، واحد بيفتح له اسمه كافو من تلامذه تونج بو، بيقول له انا عايز اتمرن معاكم وابقى واحد من التلامذه. هو بيرفض فبيديه فلوس كتير. كافو بعد ما بيدخله بيقول له يلا وريني مهاراتك عشان تبقى واحد مننا وتتدرب معانا، لازم على الاقل تكسب واحد مننا. كورت بيلعب معاه نزال سريع، هو بيتضرب في الاول شويه لان كافو كمان قوي جدا، لكنه في الاخر بيقاوم وبيقوم وبيعرف يتعامل معاه، بيطحنوا ضربه وبيكسب النزال. لكن هنا واحد تاني من التلامذه قوي جدا اسمه ستروم بيدخل يواجهه، الموضوع بيبقى اصعب لكن كورت بيحاول معاه. في النهايه ستروم بيقول له تمام سلم عليا، وبيغدر بيه ويفرشه على الارض. المهم بنعرف بعد كده ان خلاص كورت فعلا بقى واحد من التلامذه وعايش معاهم. كافو هنا بيسرق المحفظه بتاعته لكن هو بيحس بيه رغم اني مش شايفه، وبيقول له يلا رجع المحفظه، بس لو عايز الفلوس خدهم حلال عليك، انت محتاجهم اكتر مني، اشرب بيهم. بالليل في نفس اليوم ده المعلم تونج بو بيجمع التلامذه علشان يعلمهم، والاهم يستعرض قدامهم ان هو قوي جدا، بيتمرن على عمود خرسان وبضربات قليله جدا بيقدر يكسره، وده كله بفضل قوه التركيز والضربات في منطقه معينه. بعد كده بيخلي التلامذه بتوعه يلعبوا ضد بعض نزالات علشان يشوف مستواهم، وبيظهر هنا في النزالات ان بيسيبهم يخلصوا على بعض عادي، الحياه للاقوى. المهم بالليل بعد ما بيناموا كل اللي في المكان كورت بيصحى وبياخد المسدس بتاعه وبيروح على الاوضه بتاعه تونج بو علشان يخلص عليه، بس بيظهر ان هو صح ومستنيه وعارفه كمان، وبيقول له انت كمان مش زي اخوك كان شجاع وواجهني في الحلبه وكان عارف ان هخلص عليه، لكن انت جاي تخلص على واحد وهو نايم، يعني جبان، ويا ريت حتى بتقدر. بو هنا بيضربه وبيخليه يفقد الوعي. لما بيفوق بيلاقي واحد من تلامذه يونج بو قدامه وبيقول له انت طلعت خاين، وتمن الخيانه الموت، انت عارف قصتك مأساويه قوي، جاي تاخد حق اخوك فتتمسك وتحصل اخوك. قول لي بقى في حد يجيب حقكم انتوا الاثنين ولا خلاص كده العيله خلصت؟ تونج بو خلصكم. المهم هنا قبل ما يخلصوا عليه الشرطه بتوصل للمكان وبينقذوه. كورت بيتقبض عليه، والمحققه التايلانديه اللي بتقبض عليه اسمها لاو مش بترضى تاخده على السجن، بتخرجه، لكن وهي في الطريق للمطار شويه من رجاله تونج بو بيوصلوا لهم بفيله بيحاولوا يخطفوها هي ويخلصوا عليه. هو بيبدا يتعامل معاهم ورغم ان هم عددهم كبير جدا بس بيطحنهم ضرب، واضح ان هو نينجا مش سهل، بيقضي عليهم واحد ورا التاني وكله بشياكه، محدش منهم بيقدر يلمسه. وفي الاخر كمان بينقذ المحققه منهم وبياخدها ويهرب. المحققه بقى بتوديه عند مدرب اخوه جيان. كورت هنا بيقول له انا عايزك تدربني انا كمان عشان اكسب تونج بو، انا عرفت انك اقوى مدرب هنا. جيان بيرفض، فكورت بيدخل معاه في نزال عشان يثبت له ان هو قوي وعنده مهارات ويستحق ان هو يدربه، بس بيظهر في النزال ان الفرق بينهم كبير قوي. المعلم جيان بيطحنه ضرب وكله بشياكه وهو لابس النضاره عادي، كورت حتى مش بيقدر يضربه ضربه واحده، بس الحلو فيه انه كل مره بيقع بيقاوم ويقوم ويكمل، مش بيستسلم بسهوله، ده عنده روح مقاتل. علشان كده جيان في الاخر بيقول له انا موافق ادربك، بحب الروح دي، بس هتصحى كل يوم من الساعه 5 ومفيش راحه. من تاني يوم الفجر جيان بيبدا يدربه، واول تدريب على قوه التحمل بيربطه في السرير من اطراف الاربعه وبيضرب فيه. ومن اللحظه دي كورت كل يوم تقريبا بيكون عنده 1000 تمرين، وكل تمرين مختلف عن التاني من اختراع المعلم جيان، كلهم اصعب من بعض، والاهم بيطلب منه يكسر شجره موز برجليه. طبعا كورت بيبقى مش قادر، لكنه مع الوقت بيتحسن في كل حاجه تانية بعيد عن موضوع شجره الموز ده، بيبقى عنده قوه تحمل اكبر، لحد ما في يوم بيلعب نزال تاني مع المعلم جيان، بيبقى واضح ان هو اتحسن، فبيقول للمعلم جيان انا جاهز جدا ان اواجهه. جيان بيقول له مش عارف، خلينا نعمل اختبار بسيط ونشرب حاجه مع بعض. جيان بياخده ويروحوا على حانه بيتلعب هناك نزالات غير شرعيه، وبيخليه يواجه اقوى واحد في المكان علشان يشوف فعلا هو جاهز ولا لا. بيبدا النزال، الموضوع بيكون صعب جدا على كورت، ده مش بس بيتضرب، ده بيتمسح بيه المكان كله. ايوه هو باين ان عنده قوه تحمل
الكبيره، ومهما يتضرب ويقع بيقوم تاني ويحاول تاني. روح مقاتل فعلا، بس مش بيضرب بس، وده مش كفايه عشان يكسب تونج بو. في النهايه المعلم جيان بيلحقه قبل الراجل ما يخلص عليه، وبيقدر هو بضربتين بس يفرشه على الارض، وبياخد كورت ويمشي. تاني يوم المحققه بتجيله وبتقول له انت لازم تمشي من هنا، تونج بو عرف مكانك والشرطه كمان عرفت مكانك ومحدش هيسيبك في حالك. هو بيقول لها مش همشي من هنا ابدا غير لما اواجه تونج بو واجيب حق اخويا. هنا بيجي لهم كافو تلميذ تونج بو، بيقول لهم ان هو طرده وجاي يتدرب معاهم. جان بيقول له تعالى هنا يا حبيبي، انت تونج بو بعتك عشان تكون جاسوس صح؟ انا قديم في اللعبه دي وعارف. كافو بيرد عليه جاسوس عليك انت يا مدرب يا فاشل، ده انت تلامذتك بيخلص عليهم تونج بو. كلامه بيستفز جيان وبيزعل، وده زعل وحش قوي. بيمسكوا يطحنوا ضرب، بيلعب معاه نزال ويعرفوا الفرق وبيقل منه، وبيقول له كده باختصار لو عايز اكسب تونج بو ده هكسبه، بس انا ماليش حق عنده. في النهايه جيان بيقول له من النهارده هتشتغل لحسابنا وهتنقل الكلام اللي انا عايزك تنقله وبس، وتساعدنا ندرب كورت وهدفع لك مرتبك ما تقلقش. كافو بيوافق وبيقول له فعلا ان تونج بو هو اللي بعته علشان يكون جاسوس. ومن تاني يوم جيان بيرفع حمل التدريب على كورت لاقصى درجه ممكنه، وبيساعدهم كافو وبنت تاني من تايلاند. الموضوع بيبقى تقيل جدا على كورت، بس هو مع الايام بيتطور بيبقى اقوى، واخيرا بيعرف يكسر جوز الهند بسهوله، والاهم والاصعب بيكسر اخيرا شجره الموز. لحد ما في يوم جيان بيجي له وبيقول له انت كده فعلا جاهز، ومن غير ما اعمل لك اختبار واجهه وهتكسب. كورت على طول بيروح على مقر تونج بو، بيضرب شويه من تلامذته وبينده عليه بصوت عالي وبيقول له اطلع لي انا عايز اواجهك في نزال، لو كنت راجل اتحداني. هنا بيبعت له ستروم واحد من اقوى تلامذته علشان يواجهه. كورت خلال وقت قليل جدا بيكسبه وبيفرشه على الارض، فبيدخلوا تاني تلميذ ليه، وده اقوى واحد بعد تونج بو اللي هو سبق وطحنه في الحانه. كورت لو كسبه تونج بو هيوافق يواجهه. الموضوع ما بيكونش سهل، وكورت بيتضرب في الاول شويه لكنه بيقوم وبيطحنه ضرب، وفي الاخر بيفرشه على الارض ويكسب النزال. فتونج بو بيوافق يواجهه، والميعاد بيكون تاني يوم. في الوقت ده بيظهر ان الشرطه بتراقبهم وسامعين كل الحوار واللي حصل. طبعا قادتهم المحققه لاو ومنظمه النزالات بتقابل واحد من الشرطه فاسد بيشتغل معاها، وبتقول له عايزاك تخلص على المحققه لاو لانها بتقلب ورانا كتير ومصممه تبوظ النزال. بيرد عليها اعتبر الموضوع انتهى، وتاني يوم بيعمل لها كمين وبيحاول يخلص عليها، لكن هي اللي بتعرف تصطاده وبتخلص عليه. وبعد كده بتروح لكورت وبتطلب منه ما يلعبش النزال الاخير، هو بيرفض. فتاني يوم بتروح له ومعاها قوه بتقبض عليه هو وجيان كمان، وبتقول له ده عشان مصلحتك وعشان بحبك وخايفه عليك. جيان بيقول له هنا دي اخره اللي يحب، زنزانه بصور او من غير صور، استحمل بقى. الاتنين مع بعض في السجن بيفكروا ازاي يهربوا ويلحقوا ميعاد النزال، ده يدوب فاضل كام ساعه. بيعملوا مع بعض خطه ذكيه، بيضحكوا على الحارس ويضربوه وياخدوا المفاتيح ويخرجوا بره. كورت بيبدا يتعامل مع الحراس، جيان مش بيشارك معاه، يا دوب بس بيشاور له عليهم، بيعتبروا التدريب الاخير ليه. في النهايه الاتنين بيهربوا بشياكه من السجن وبيروحوا على مكان النزال السري. هنا منظمه النزالات بتقول للمساعدين خلوا الرهانات النهارده الضعف، لازم نكسب اكتر. الناس بتبدا تراهن واغلبهم بيراهنوا على تونج بو، واللي بيقدم النزال هنا بيقول لكل اللي في المكان النهارده عندنا نزال عنوانه الانتقام والمدمر. كورت اللي اخوه فارق الحياه من ايام على ايد تونج بو وعلى نفس الحلبه دي جاي النهارده علشان ينتقم وياخد حق اخوه، بس هل يقدر على الدبابه تونج بو اقوى مدرب في تايلاند اللي ما بيرحمش المنافسين، واللي بسببه نص ابطال العالم فرقوا الحياه والنص التاني لسه عايشين لان هم خافوا يواجهوه بس. المعلم جيان هنا بيلف الخيط حوالين ايد كورت وبيديه النصايح الاخيره، وبيقول له اهم حاجه اياك تخاف منه، طالما قبلت التحدي يبقى تجيب حق اخوك. بعد ثواني بيبدا بينهم النزال. الجوله الاولى بتكون من غير اي اسلحه بالايد بس. كورت بيحاول يضربه ضربات سريعه في البدايه لكن بو مش بتاثر فيه وايديه مرزبه. اول ضربه بيضربها الكورت بيرميه على الارض لكنه بيقوم وبيكمل لسه بدري. بيحاول تاني بس واضح ان في فرق في القوه، هذا العتي 64 حصان. بيمسك كورت يطحنه ضرب. بتنتهي الجوله الاولى بتفوق كبير لتونج بو. في الجوله الثانيه بيقرروا يعلوا مستوى النزال ويخلوه اقوى، علشان كده كل واحد بيحط الخيط بتاعه في الغرة وبعد كده في الازاز عشان الضربه تبقى بتوجع بجد مش اي كلام، هو اللي خايف يروح. الموضوع طبعا من بدايه الجوله الثانيه بيبقى اصعب. تونج بو مش بيسمع عليه، بالازاز بيطحنه. كورت بيتضرب من الضرب اللي بيوجع كتير، بتتمسح بيه الحلبه، لكنه كالعاده عنده قوه تحمل مش طبيعيه، بيقاوم دايما ويقوم ويكمل بعد كل مره بيقع، وبيضرب كده في نهايه الجوله كام ضربه بتحسسه ان هو موجود يعني. في الاستراحه جيان بيقول له انت عجبتني جدا النهارده، بتضرب حلو قوي بس كفايه كده، عايزك تدخل تضربه المره دي وتعمل اللي علمته لك، وما تنساش ده في الاول وفي الاخر بني ادم زيك، مش وحش ولا حاجه، صدقني هو اضعف منك لان انت صاحب الحق. في الوقت ده الشرطه بتوصل بره، المحققه لاو ومنظمه النزالات بتقول لتونج خلص على كورت في الجوله الاخيره، لكن وهي خارجه المحققه بتقبض عليها. الجوله الثالثه بتتلعب بالسيوف عشان هنا يكون في اكيد حد منهم هيخلص على الثاني والموضوع ينتهي.
بتنتهي، الجوله بتبقى اصعب من كل اللي فات. كورت في النهايه بتقع منه السيوف، وتونج بو بيبقى هيخلص عليه لكنه بيقدر بصعوبه يوقع منه هو كمان السيوف ويضربه شويه، لكن تونج بو بيقدر يمسكه مسكه الاستسلام بتاعته اللي خلص بيها على اخوه. هنا هو بيفتكر كل اللي حصل وبيقدر يخرج من الحركه دي بالطريقه اللي علمها له جيان، وهنا بقى بيطحنوا ضرب كانه بقى حد تاني خالص. كل اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني، بيعمل فيه حاجات ما تتعملش، والجبل ده اخيرا بيتمسح بيه الحلبه وحد بيقدر يكسر عينه. بيضربوا كل انواع الضرب فوق الحزام وتحت الحزام كله، وفي النهايه كورت بيخلص عليه وبيقول له ده حق اخويا ايريك. كل اللي في المكان هنا بيحتفلوا بيه واولهم جيان بيبقى فرحان بيه قوي، والمحققه مش بترضى تقبض عليه بتسيبهم. وهنا بيروح الفيلم اللي بعد ايام. كورت بيودع المعلم جيان علشان هيسافر وبياخد معاه المحققه اللي واضح ان هم هيتجوزوا، وبكده بينتهي الجزء الاول من الفيلم. لو عايز الجزء الثاني قول لي في الكومنتات. سلام.